محمد الفارسي. وكثرت علينا الان بطاقات صفراء، عندنا الان 3 بطايق. اوه صح، كما ذكرت قبل دقائق، كما ذكرت قبل دقائق انور الهناي عنده بطاقه صفراء في الشوط الاول. تاتي الان مره اخرى البطاقه الحمراء وتكون حاله طرد على هذا اللاعب. لاحظ معي الكره الماضيه خلاص بالسقوط اتى، وبالتالي خلي بالك يا انور، قلت لك قبل شوي عندك بطاقه صفراء في الشوط الاول وما خلص كلامي. على طول حكم المباراه ماجد الحاتمي يعلن عن وجود بطاقه حمراء وحول اولى حاله طرد للاعب نادي النهضه. وهنا بالتالي حوار واضح من جانب اللاعب الواضح امامك محمد الشمسي، واللاعب كذلك عبد الخالق فايل في اللقطه الماضيه. وبالتالي تاتي الان البطاقه الحمراء من جانب اللاعب حاتم، من جانب اللاعب انور الهناي الذي تلقى بطاقه صفراء، وبالتالي في حاله من الطرد. وبالتالي هنا محسن درويش ايضا يتحدث مع مساعد الحكم الثاني. في التالي الحوار واضح والحديث واضح والحوارات تستمر ولا زال الكلام يستمر، وبالتالي التشجيع يستمر. وبالتالي هنا كذلك اذا انور الهناي في حاله حقيقه ربما حاله من الاستقراب في بالطرد. بالتالي عنده بطاقه صفراء في الشوط الاول، يتلقى الان البطاقه الاخرى الثانيه، وبالتالي اتوقع بان ربما البطاقه الحمراء كانت حاضره في الشوط الثاني، وبالتالي طرد يخرج لاعب نادي النهضه. الان النهضه يلعب ولا زال الحوار يستمر، لا زال كذلك الحوار اخذ وعطى، لا زال يستمر ايضا، وبالتالي النقاش يستمر حتى هذه اللحظة. يستمر الحوار.